هلو هلو. يلا بينا نعمل احلى كيكه دايت بالشوكولاته. خطيره. مش هتفرقها عن الكيكه العاديه خالص، بدون زبده وبدون دقيق وبدون سكر. مش شايفين شكلها هشه وطعمه طعامه تحفه؟ ناخد بقى منها قطعه كده او قطعتين الصبح. خطيره جدا ومشبعه كمان. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا بيضايه بدرجه حراره الغرفه، هحطها كده في البولة بتاعتي، واللي عايز يضاعف المقدار يضاعف الكميات اللي انا هحطها. خلاص هحط عليها شوية من الفانيليا وهضربهم كويس بالمضرب بتاعي. وهنا معلقتين سكر ستيفيا او سويتيل. ربع فنجان زيت، شايفين الفنجان ده ربعه زيت، يعني بيعادل تقريبا 5 معالق. واللي ما عندوش سكر ستيفيا او سويتيل يحط ربع كوباية عسل نحل. خلاص نزلت بكوباية لبن دافي ومعلقة خل صغنونة جدا. هضربهم كويس قوي 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 لحد ما كل حاجة كده تدوب معايا. وهنزل بكوباية دقيق شوفان، وعليها تقريبا 3 معالق من الكاكاو ورشة الملح ورشة البيكنج باودر او الكيك شيف بتاعنا. هقلب المزيج ده كله كويس جدا جدا لحد ما كل حاجة تدوب معايا. شايفين بقى الخليط اهو قوامه حلو جدا وريحتها خطيرة. ما حطيناش بقى زبدة ولا حطينا دقيق ابيض ولا حطينا سكر. خلاص هنجيب بقى القالب بتاعنا يكون مدهون. مش شرط القالب ده، لو عندك صينيه صغيره حطي فيها او قوالب كب كيك اللي يريحك. خلاص كده اكون مشغله الفرن من قبل على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هخبط عليها خبطه كده وادخلها الفرن لمده تقريبا ربع ساعه، ما خدتش معايا كتير. هعمل لها اختبار كده بالخله، طلعت كويسه. هنقلها بقى هنا في الطبق الخارجي، ومعايا بار شوكولاته خام. الشوكولاته الخام دي يعني 90% كاكاو وال10% بيبقى سكر، يعني حلوه جدا مش هتأثر معانا في الاكل. دوبتها في شويه لبن كده واحطها بقى على الوش، وشويه شوكولاته كده مبشوره برضو خام. وبألف هنا وشفا، جربوا الوصفه دي خطيره يا جماعه. لايك وشير لو عجبك الفيديو. باي باي.